مساء الخير، مساء النور حبيباتي، كنتمنى تكونوا في احسن صحه وعافيه ان شاء الله. اليوم غنتقاسم معكم فطائر كيجيو غزالين غزالين بحشوه اقتصاديه، كيجيو مالحين، واحد الحشوه اللي هي رائعه وبنانين كيذوبوا في الفم. ندوزو للطريقه. كنحتاجو 300 غرام ديال الدقيق الفينو، 300 غرام ديال الدقيق الابيض، شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه، 2 معالق كبار ديال زيت المائده، والماء دافي باش كنعجنو العجينه. كما لاحظتوا راه ما درتش السكر، ما درتش العسل. من الاحسن هاد الفطائر المالحه ما نحتاجوش نديرو ليهم كاع هاد السكر وهاد العسل، كيجيو رائعين رائعين. غير الا كانت شي حشوه هكا مالحه ولا فطائر حلوه نقدروا نديرو لهم السكر. من الاحسن الا كانت مالحه بلا ما نحتاج نديرو لهم السكر، راه تيطلعوا رائعين وصحيين. من بعد ما سلينا العجينه كنديروها في بلاستيكه، كندهنوا البلاستيكه بواحد شويه ديال الزيت ونخليوها على جنب كترتاح واحد نص ساعه. كنحتاجو هنايا البصله الخضريه هي داك التحت ديالها. هاد الحشوه كتجي رائعه رائعه بزاف. بعد ما نقينا البصيله ديالنا وغسلناها كنقطعوها هكا هي في الوسط. كتجي هاد الحشوه رائعه واقتصاديه بلا لحوم بلا حتى شي حاجه، تطلع رائعه رائعه ما تشبعوش منها. كنقطعوا البصله هكا رقيقه. كنتمنى تجربوا هاد الوصفات، وصفات اللي هي اقتصاديه ورائعه في نفس الوقت. بعد ما سالينا التقطيع ديال البصله كنضيف واحد ربع كاس ديال الزيت المائده، شويه ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال القزبر اليابس كيعطيهم واحد المذاق اللي هو رائع، معلقه صغيره ديال الخرقوم. كنحتاجو هنا شويه ديال الخضره، عندي واحد القريعه، واحد خيزو، واحد الفلفله حمراء مقطعه رقيقه، وخيزو والقرعه محكوكين رقاق. حشوه لذيذه لذيذه وسهله، مستحيل تجربيهم وما تعاوديش. كنحتاجو شويه القزبر ومعدنوس، واحد 2 معالق كبار، معلقه عامره ديال الهريسه، معلقه صغيره حمراء، واللي كياكل يقدر يزيد ولا ينقص على حسب الذوق. وكنخليها كتشحر معنا مزيان. بعد ما طابت كتجي رائعه هاد الحشوه، غزاله غزاله، غير جربوها واقتصاديه في نفس الوقت. كنضيفوا ليها واحد المعلقه صغيره ديال معجون الطماطم، واحد 2 معلقات ولا 3 كبار ديال الزيتون مقطع على حسب الحشوه الا كانت كثيره ولا صغيره. انا درت تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال الزيتون. حشوه اللي هي رائعه رائعه. كنطفيو البوطه ديالنا وكنضيفو 3 المعالق كبار ديال الشحمه محكوكه هكايا كما كتلاحظوا، كتعطيها واحد البنه رائعه رائعه. غير باللي موجوده عندك في الدار كديري فطائر اللي هي روعه روعه ما تشبعيش منهم. وكنخليو هكا الحشوه ديالنا على جنب حتى كتبرد مزيان. ندوزو للعجينه. كنقطعو العجينه ديالنا هكا على كويرات، نديرو 4 كويرات كبار باش كيجيونا ساهلين. تنديروهم كبار راه بالزربه تيساعدونا كنسربيو بلا ما نبقاو نقصو، نديرو وحده بوحده ولا 4 بربعه، ولا كنديرو وحده كبيره هكا كنخرجو بها واحد 8 ولا 6 ولا. كندهنو العجينه ديالنا بالزبده مزيان وكنجمعوها بحال الشكل ديال المسمن. العجينه اللي هي رائعه رائعه طلقات، كتجينا ساهله في الخدمه. كنخليوها كترتاح واحد شويه، كندهنوها بالزبده مزيان وكنجمعوها وكنستمروا هكا حتى كنساليو. الا كنتي اول مره كتشوف القناه ما تنساوش ديروا اشتراك. كنطلقوا العجينه ديالنا هكا هاد المسمنه كنطلقوها واحد شويه، كنرققوهاش بزاف وكنقطعوها بالطول وكنديروا الحشوه ديالنا في الجنب.
كيجيو رائعين رائعين. وكنجمعو هكا تتجي غزالة وتيجيو مقرمشين بواحد الطريقة لي روعة روعة. هادو هما الفطائر اللي غادي ينفعوك بحشوة لذيذة وسهلة، مستحيل تجربيهم وما تعاوديش. تيجيو مقرمشين وشاشين في نفس الوقت واقتصاديين، غير باللي موجود عندك في الدار. كتحضري ألذ فطائر بحشوة اقتصادية وكنستمروا هكا. إلا كنتي أول مرة كتشوف الفيديو ديالي ما تنساوش ديروا اشتراك وإعجاب بالفيديو والبارطاج مع الأهل اللي تعم الفائدة. كنستمروا هكا، راه بالسربة كيوجدوا. طريقة لي هي سهلة سهلة، مليويات بحال قلتي ملوي ديال الشحمة، وهما بطريقة زوينة. هاد الطريقة راه كيجيو غزالين غزالين بطريقة احترافية. كنستمروا هكا حتى كنساليو الحشوة ديالنا كاملة. فطائر اللي هي رائعة وبنينة في نفس الوقت. عندي هنايا بيضة كاملة بالبيض ديالها بكلشي، كنديرو عليها واحد شوية ديال المعدنوس مقطع رقيق وكندهنوهم كاملين. كندهنو هكا الفطائر. تنكونو سخنا الفران، بعد ما سالينا الدهين كنرشو عليهم واحد شوية ديال البوافو، كيعطيوهم واحد المذاق واحد المنظر هكا اللي هو غزال. غير جربوهم، شي حاجة اللي هي روعة لا في المذاق ولا في الشكل ديالهم، رائعين بلا لحوم ما تشبعوش منهم، ومقرمشين في نفس الوقت. بعد ما طابو كيجيو روعة في المذاق ديالهم ولا الشكل ديالهم، تيجيو غزالين وهشاش. الحشوة اللي هي رائعة بشكل مختلف. إذا كنتي أول مرة كتشوف القناة ما تنساوش ديروا اشتراك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.